إنها حلقة خاصة قررنا خلالها أن نخترق حصون وزارة أصبحت سيئة السمعة. تحياتي وأهلا بكم في الشارع المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامج الشارع المصري هنخصصها لفساد وزارة الزراعة. وزارة الزراعة فيها فساد قمح هتلاقي، أزمة سكر هتلاقي، أزمة رز هتلاقي، دور على الوزارة في كل حاجة هتلاقي أزمات، كل حاجة هتدور عليها فساد في مصر في الأكل والشرب هتلاقي وزارة الزراعة طرف رئيسي فيها. نيجي ندخل على الدواجن واللحوم الحمراء، ارتفاع أسعارهم بشكل مبالغ فيه برضو ولا كأن في وزارة زراعة هنا. خلينا بقى نشوف كمان بعض مزارع المواشي التانية، كل المزارع بتعمل بمزاجها، يعني بدون أي رقابة ولا متابعة. عايز تذبح بتلو براحتك، عايز تحط هرمونات في أكل الفراخ برضو براحتك، مفيش حد شايفك، ده كله شيء عادي. أما عن التجارة الخارجية فقد أفسدتها أيضا وزارة الزراعة. البطاطس التي أوقفت استيرادها روسيا، وأيضا الفراولة التي أحدثت أزمة في أمريكا والسعودية. إذن وزارة الزراعة تحتاج إلى تطهير، أو تحتاج إلى وقفة من الدولة بشكل عام والإعلام بشكل خاص. علشان كده احنا قررنا ان احنا نخصص الحلقة النهاردة لرصد أهم وأبرز نقاط الضعف وأيضا نقاط الفساد الموجودة داخل الوزارة. كمان تعالوا نشوفوا بعض تصريحات العناوين في الفترة اللي فاتت عن وزارة الزراعة. هنلاقي أهم الأيام اللي فاتت حاجات كتير. هنلاقي أول حاجة نشوف صورة، خلينا نبدأ بالأزمة الأهم وهي أزمة السكر، وهنشوف إزاي وزارة الزراعة تعاملت معاها. في الحقيقة وإحنا بندور على موقف الوزارة من الأزمة لقينا ما فيش أي رد فعل ولا أي دور قامت بيه وزارة الزراعة. في نفس الوقت هنشوف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة الزراعة والخبراء عشان يشوفوا إيه سبب أزمة السكر، وكلف وزير الزراعة ببحث أزمة السكر. طيب الوزير عمل إيه؟ هنشوف. الوزير خد الكلام اللي وجهه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأ ادى الكلام لحد المسؤولين عن الدكتور عبد الله الشافعي مدير معهد الابحاث. خد الكلام مدير معهد بحوث المحاصيل السكريه بوزاره الزراعه واداله الكلام، خد الورق كأنه روتين، اتفضل ان الكلام من الرئيس للوزير، هو ادى الموظف وخلاص ما فيش حاجه. وطبعا هو ارسل مذكره بالتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعيه، وكمان ده بدوره قام بإرسال المذكرة إلى خبراء السكر بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية لإعداد دراسة شاملة حول زيادة إنتاج السكر في مصر، وتحديدا الأسباب الناتجة عن أزمة السكر وكيفية تلافي هذه الأسباب مستقبلا. يعني توجيهات الرئيس راحت في أدراج معهد البحوث الحقلية، ووزير الزراعة زي أي موظف لسه معتمد على الروتين وعلى البيروقراطية وتشكيل لجان وتشكيل قصص ومواضيع على إيه؟ وإرسال مذكرات وإعداد دراسات. يكون الشعب بقى في خبر كان أنتوا بتعملوا لجان ودراسات، طيب شوف اللي جاي بقى. وفي نفس الخبر أيضا شوف ان برضو الشافعي اضاف قال لك ان الرئيس يريد ان يعرف من وراء منظومة فساد السكر، واكد انه يعكف ومعه الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية وعدد من الخبراء لمناقشة أزمة السكر لمعرفة من وراء المنظومة، وهل الشركات ام التجار ام هو كل ده كلام. يعني في الخلاصة الدولة ما فيهاش نيابة وما فيهاش مباحث تموين عشان هو مثلا علام هيجي يحل المشكله، في مفروض مباحث تموين، في جهات رقابيه، لكن استاذ علام هو مش هيحل ولا هيكتشف سر الازمه من الاخر يعني. والوزير ما فيش اي حاجه عملها. الرئيس بيوجه وزير الزراعه، وزير الزراعه المفروض يحط حلول، والمفروض يعمل تقرير للرئيس هو اللي يشرف عليه بنفسه، مش ياخد الورق من موظف لموظف. يعني ده ما ينفعش. احنا في دولة عندنا أزمة في سكر، وهي الأزمة دي مفتعلة، أو عشان ما فيش مسؤولين بصراحة. هي الأزمة مفتعلة لكن ما فيش مسؤولين وما فيش رقابة، لكن التعليمات بتختفي في لحظة، ولجنة ودراسة بتبقى راحت هنا وخبر. والله ما في حاجة بتمشي في البلد دي بسبب وجود مسؤولين مش بيعملوا حاجة في الدولة. ولما يكون المسؤول ده موظف عادي ممكن الدنيا تمشي، لكن لما يكون وزير هي دي المشكلة. طيب هناخد خبر تاني ونشوف نواب الشعب قالوا ايه على وزير الزراعة وازاي قيموا اداء الوزير. هنشوف في جريدة الاخبار النواب قالوا ايه على وزير الزراعة. عام 2016 هو عام الازمة ووزير الزراعة اب ميت. شوف اعضاء مجلس النواب
بيوصفوا وزير الزراعه بانه الاب الميت، وعام 2016 في عهده هو عام الازمه، عام 2016 هو عام الازمه. وزير الزراعه اتوصف بانه اب ميت، وقالوا ايه اعضاء النواب؟ لا يرقى ان يكون وزيرا. اعضاء مجلس النواب قالوها في الصحف القوميه ان هذا الوزير لا يصلح ان يكون وزيرا. يعني خلال مناقشه اللجنه لعدد من طلبات الاحاطه حول ازمه الارز والسكر واستراتيجيه اللي بيقوم بيها وزير الزراعه. واكد هشام الشجيني رئيس لجنه الزراعه ان الحكومه لجأت لاستيراد السكر رغم اننا طلبنا، يعني الراجل عضو مجلس النواب بيقول طلبنا في مطلع العام الحالي بزياده سعر طن القصب يا جماعه ل 100 جنيه. 100 جنيه ما ندخلش في الازمه دي عشان المزارعين يحققوا هامش ربح، وكمان يخلي الفلاح عنده نفسه تتفتح يزرع لما نزود له بس 100 جنيه في الطن ويقدر يزرع القصب ويسلم القصب للدوله وما يبقاش عندنا مشكله. لكن الفلاحين بداوا يلجأوا لزراعه الموز لتحقيق ارباح اكتر، وهو ما يهدر الميه. طبعا الموز بيستهلك ميه اكتر من السكر تقريبا ب3 اضعاف. لكن الكلام ده اصلا لو في استراتيجيه، لو حتى كلام النواب اتطبق ما كناش دخلنا في الازمه دي. لكن طبعا ده في دوله ما فيهاش وزاره زراعه، اكيد ما فيش وزاره زراعه. اللي عاوز يزرع موز يزرع، واللي عايز يزرع كل واحد بيزرع بمزاجه، ما فيش دوره زراعيه، ما فيش اي حاجه. يعني احنا دلوقتي هنسميها ونقول اهلا بكم في وزاره الموز. هنيجي عندنا حاجه تانية كمان. النائب السيد حسن وكيل لجنه الزراعه في مجلس النواب قال ان قاعده البيانات في وزاره الزراعه ما فيهاش اي حاجه، وما فيهاش يعني كل قاعده البيانات ما فيهاش اي معلومه مفيده، ما فيش اي حاجه، ما تعرفش الحكومه عايزه ايه. الرز ممكن هنزرع قد ايه؟ طب مين هيزرع في دوره زراعيه او ما فيش دوره زراعيه؟ المهم ان الكلام كتير وللاسف ما فيش اي حاجه. احنا فتحنا في برنامج الشارع المصري هنا فساد وزاره الزراعه، وكنا استضفنا 2 من اللي فجروا الملف وجابوا لنا مجموعه من المستندات، واخيرا طبعا تم اقاله مجموعه من الموظفين. واحنا هنا بنقول من هذا المنبر، هو منبر لكل الاراء، برنامج الشارع المصري هو منبر لكل الاراء. احنا بالظبط احنا مش مع حد ولا ضد حد في هذا البرنامج، احنا مع الحق واحنا بنحارب الفساد. واي حد في مصر كلها في اي مكان في مصر عنده ملف فساد بالمستندات والاوراق، صفحتنا على البرنامج يتابع معنا ويواصل. واحنا مش هنسيب اي ملف فساد في اي حته في مصر، هنناقش اي موضوع فيه فساد وهنحاول نشوف الحلول، وهنحاول ان الدوله تقدر تشوف مين الفاسد او مين اللي ما بيقومش بشغله ويسيب مكانه. هنيجي كمان عندنا حاجه تانية. النائب مصطفى بكري وصف العام الحالي بعام الازمه، واشار الى ان تصدير 200,000 طن سكر من مصانع القطاع الخاص مطلع العام الحالي، حيث ان السكر في الخارج بلغ سعره 7 طن 7,000 جنيه، مطالبا بمحاسبه المسؤولين التي وافقت على تصدير السكر. يعني لما المزارع يزرع هذه الكميه ويقوم كمان بتوريد المصانع ويقوم بتوريد